السلام عليكم. يوم الجمعة هو يوم مبارك، وهو عيد للمسلمين، وأعياد المسلمين ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. الفرق هو أن عيد الفطر والأضحى يتكرران في السنة مرة، أما يوم الجمعة كل أسبوع، حيث يجتمع المسلمون لسماع خطبة الجمعة ويلتقي بعضهم بعضا، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. راح أوضح شيء، وهو بخصوص التهنئة بيوم الجمعة، وأيضا دعاء يوم الجمعة. الشيخ مصطفى العدوي قال في فتواه: ما حكم قولنا جمعة مباركة؟ إن سألتني هل كان النبي يفعل ذلك مع الصحابة أو الصحابة بعضهم مع بعض، لم أقف على دليل على ذلك. أما كدعاء، الدعاء مستحب، لكن هل هي سنة؟ ما ورد أن النبي كان يفعلها. فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يفعلون هذا، فخلي نتركه. سنن الجمعة وهي الاغتسال والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحري ساعة الاستجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد. بالنسبة للساعة الاستجابة، فيها آخر ساعة من العصر، وما مقصود بالساعة يعني 60 دقيقة، إنما فترة زمنية. جاءت روايتان، رواية الأولى في البخاري والثانية في مسلم. التي في البخاري آخر ساعة من العصر الجمعة، والتي في مسلم من أن يصعد الإمام المنبر إلى أن ينزل. والأصح عند أهل العلم رواية البخاري، خاصة أن رواية مسلم بعض أهل العلم علها بالانقطاع. ويبقى الذي عليه أكثر أهل العلم أن ساعة الاستجابة هي آخر ساعة من العصر. وعندما نقول آخر ساعة من العصر ليس المقصود بالساعة 60 دقيقة المنتشرة بين الناس اليوم، والمقصود ساعة جزء من الوقت. هكذا لما يقول ساعة من العصر مقصود جزء من الوقت، وليس مقصود الساعة اللي هي 60 دقيقة كما هو تقسيمها اليوم، وإنما مقصود آخر العصر. وهذا كان مقطع اليوم. صلي على النبي واستغفر ربك، وفي أمان الله.